بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم حبايبي. كل سنة وانتم طيبة وانتم طيبين كلكم، رمضان كريم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل كنافة. طبعا الكنافة دي لازم في رمضان، انتوا عارفين طبعا الكنافة والقطايف. يعني مهما ناكل كنافة طول السنة، بس في رمضان طبعا بيبقى لها مذاق خاص يعني. طبعا انا بحب اشكر كل القنوات الجميله الحبايبي اللي بتعلق لي، والناس الجديده اللي اشتركت معايا، اهلا وسهلا بيهم، نورتوني. وان شاء الله باذن الله القناه تفيدكم وتتفرجوا عليها وعلى الفيديوهات كلها. النهارده باذن الله هنعمل طبعا الكنافه. انا مقطعاها، بصوا اللي هي الشعر دي، انا بحبها جدا. مش بحب الكنافه اللي هي البلدي التانية. يعني دي بجيبها لما اكون هنعمل مثلا ايه صوابع كنافه. لكن صواني الشعر بس بصراحة بتبقى كويسة جدا، وبتتقطع كده زي ما انتوا شايفين كده، هو بتبقى ايه متفرفلة كده، وايه وجميلة. وده سكر بودرة. لازم طبعا سكر بودرة عشان نحطه في الكنافة علشان تحمر ويبقى طعمها حلو. وطبعا شوية بقى مكسرات على جوز هند على زبيب، كله مع بعضيه. طبعا اي حاجة انت عاوزاها بقى، جوز لوز بندق، اي حاجه في المكسرات تحطيها على بعض. ودي السمنه طبعا بتاعتنا، زبده صفرا مسيحينها. يعني طبعا انتوا عارفين ان الكنافه يعني بتحب جدا السمنه، مفيش كنافه من غير سمنه. هنحط طبعا ايه السمنه كده. ايه طبعا جايبين صينيه، الصينيه دي عشان نتبل فيها الكنافه. اول حاجه هنحطها طبعا السكر. احنا عارفين ان السكر طبعا بيخليها ايه تبقى حمرا كده ومورده واللون بتاعها جميل. كفايه كده. طبعا احنا حطينا السكر زي ما انتوا شايفين كده. ايه نقلب بقى الكنافة كلها بالسكر كده، عشان ايه كل الكنافة تبقى ايه مليانة سكر. ده بيساعد الكنافة ان هي تدي اللون الوردي الحلو بقى بتاعنا كده، والطعم الجميل المقرمش. بصراحة السكر البودرة ده لازم في الكنافة، بينجحها. نحط شوية كمان كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا رمضان يا جماعة طبعا جميل جدا، وربنا يا رب كده يديمه علينا، ويا رب نكون كلنا في رمضان كويسين. وطبعا كده احنا عملنا السكر. بصوا بقى انا هعمل كده، بصي كده 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 عشان كله ايه يستقم ريحة الزبدة خطيرة مع الكنافة. طبعا انا لازم بحط كده في صينية، ليه؟ عشان الزبدة بصراحة لازم الكنافة تحطي زبدة كتير على قد ما انت تقدري يعني. يعني انا بحب يعني دلوقتي دي كيلو كنافة، الكيلو كنافة يعني تحطي بتاع نص كيلو سمن عليها، مش اقل. لو اكتر ماشي، لكن اقل لا. ونفضل بقى نقلب كده عشان كل السمنة بتاعة الكنافة يبقى في كل شعراية في الكنافة. طعمها بيبقى خطير لما السمنة بتبقى ايه زي ما انتوا شايفين كده ايه كتير. يبقى الصينية الفاضية دي بعملها كده على طول عشان ايه اقلب الكنافة فيها في السكر في السمنة، وبعد كده ارص بقى في الصواني. اللي عاوز يعمل بقى بالمكسرات طبعا الكنافة بتتعمل كمان بالكاستر والحاجات دي، بس انا بصراحة يعني ايه بتبقى تقيلة شوية. لكن النظام الطريقة دي حلوة خصوصا في الصيام يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. كده ايه خليت الكنافة زي ما انتوا شايفين اللون الاصفر بتاع الزبدة بقى خلاص اتغلغل كل الكنافة. بس
كده بقى نعمل ايه، نجيب بقى الصينيه، نجيب الصينيه الاولانيه، الصينيه دي نعملها بالمكسرات، فنعمل طبقتين كده. نخف شويه عشان هي صينيه صغيره، فمش عاوزينها تبقى ايه الطبقه بتاعتها عاليه قوي، على قد ما نقدر كده ايه نوزع عشان يبقى ايه كل الصينيه سوا واحد، متبقاش حته عاليه وحته واطيه. نجيب بقى المكسرات بتاعتنا، ده عباره عن جوز هند وزبيب وعين جمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ارش كده، نجيب بقى ايه طبقة تاني كده من فوق. شفتوا الزبدة، كل الكنافة كلها زبدة. الطريقة دي ناجحة جدا، ان انت تجيبي الكنافة في قلب الصينية وتحطي بقى ايه الزبدة عليها، وتفضلي بقى تقلبي 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 عشان كل الزبدة تبقى في الكنافة، وبعد كده بقى ترصي بقى في الصواني كده زي ما انت شايفة كده. طبعا الكنافة دي بقى لها طرق كتير يعني تتعمل، بس دي الطريقة بقى اللي هي بتاعت زمان بتاعت امهاتنا، الطريقة الجميلة بقى اللي هي كلها زبدة كده وسمنة كده، تلاقي الكنافة ما شاء الله عليها. حاول بس ايه كل حاجة كده ايه. طبعا احنا في الاخر برضو ايه هنعمل ضغطة كده حلوة بصينية فاضية، عشان ايه الكنافة تبقى سوا واحد. نسوي الحروف كده، الزبيب كده. دي اول صينية عملناها. نجيب بقى الصينية التانية اللي هي بقى ايه، نعمل صينية سادة. الصينية السادة دي بقى ايه يعني ايه سمنة بس كده عشان ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط زبدة كده، كل الزبدة في كل حتة كده في الصينية، الأطراف وكده. نجيب بقى بقية الكمية اللي عندنا اللي احنا عملناها بيها الزبدة برضو نحطها بقى كده. طبعا حاطين السكر وحاطين السمنة وحاطين كل حاجة، يبقى غير بس ان احنا ايه هنرص في قلب الصينية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا السكر ده لعلمك بيخليها يعني ايه بيساعدها على ان هي تستوي جامد جدا بقى وتبقى جميلة. الله اكبر والعز بالله، الله اكبر. العصر بيدن يا جماعة، الله اكبر. الله اكبر والعز بالله. رمضان كريم يا جماعة، وربنا كده يا رب يتقبل منا الصوم ويتقبل منا الزكاة ويتقبل منا قراية القرآن، لأن رمضان طبعا مش كله أكل وشرب، رمضان عبادات، أهم حاجة فيها العبادات. وربنا يا رب يقدرنا كده دايما وإيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، صلاة تتفكي بيها الكرب وتحلي بيها العقد، صلى الله عليه وسلم. لازم نسوي كده ايه الصواني يا جماعة عشان ايه تبقى ايه كلها سوا واحد، متبقاش حتة عالية وحتة واطية.
بقى نجيب الصينية كده، الصينية اللي احنا عملناها دي هنحطها كده ونضغط بقى عشان تبقى الصينية كلها متساوية كده. عملنا الصينية اهي، والصينية التانية اهي، صينيتين زي ما انتوا شايفين. طبعا هرش رشة كده ايه على الوش بتاعت الكنافة، رشة زبدة صغيرة كده كده. هنا برضو رشة كده كبيرة هنا كده. نحطها بقى الفرن ايه، نسويها.